سمية العاضي، هذه هي، تعرف نفسها بالممثلة والإعلامية. لديها الكثير من المتابعين على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا منصة التيك توك، ومحتواها يتضمن نصائح بفيديوهات متنوعة موجهة للنساء. أشهرها: عزيزتي أنت ظلمتي نفسك بيدش. لماذا أذكركم بها الآن؟ لأن اسمها في محرك بحث فيسبوك رائج في هذه اللحظات. لماذا؟ ما قصتها؟ القصة باختصار حسب رواية بعض نشطاء منصات التواصل أنها قتلت زوجة العاقل الحامل في الشهر الخامس في منطقة شملان بصنعاء. والسبب حسب منشوراتهم أن سمية اتهمت العاقل بالتحرش لتذهب زوجة العاقل إلى بيتها تحذرها من التشهير بزوجها. آخرون تحدثوا أن عاقل الحارة دفع زوجته بالذهاب لمنعها من الظهور على منصات التواصل بفيديوهات وصفوها بالتفاهة لتحصل هذه الحادثة. نشاهد آخر فيديو لها. وبيقول لي ما كانش المطبخ. أحب أوضح لك وأفهمك إن الذي حكمت اليمن هي مره بلقيس، وازدهرت اليمن في عصرها. على منصات التواصل الكثير من التعليقات، نستعرض هنا بعضها ونبدأ مع عوني عباس. يقول: زوجة العاقل صارت تنصحها عشان الفيديو، ويوم ثاني جت لبيت العاقل تشيت جابرة، مرت العاقل ما فتحت لها الباب وكانت وراء الباب، عملت طلقة من خارج واتطرحت فوق مرت العاقل. أما هنا عبد الكريم الغرسي فعلق قائلا: الموضوع أن أحد جيرانها اشتكى بها للعاقل، فأرسل العاقل زوجته إلى المجرمة لتتفهم من صحة الشكوى، وما كان منها إلا أن باشرتها بإطلاق النار وأردتها قتيلة وهي حامل بجنينها. تعليق أيضا لعبد الكريم المجلي قال: دفعت عن نفسها من الاعتداء والسبب تحرش عاقل أو تحرش العاقل. أخيرا منزل الزاهر يقول: هذه المفروض كان تتأدب من أول ظهور لها بمواقع التواصل، لسانها قذر وأفعالها الآن أكدت ذلك، وسبحان الله جاء وقتها رفع الله غطاء الستر عنها. ختاما مشاهدينا، هذا ما يتداوله رواد منصات التواصل. أنتم مشاهدينا كيف تابعتم هذه الحادثة؟ وهل ترون أنها حقيقة أم مجرد ترند؟